السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنعمل النهارده الحواوشي الاسكندراني، تكات وتفاصيل هيطلع معاكي احلى واطعم من الجاهز. احنا كمان هنعمله الدبل، يعني اتنين في واحد. هنعمل حواوشي وهنعمل هنعمله بوش بيتزا زي ما انتم شايفين كده معايا في بداية الفيديو. شايفين شكل رغيف الحواوشي؟ بسم الله ما شاء الله عليه. الشكل والطعم والريحة خطير يا جماعة، خطير خالص. العيش كده هش معانا وطري، والحشوة كده متوزعة معانا في قلب الرغيف كله، تسوية مظبوطة، الشكل جميل زي ما انتم شايفين. عاملين كمان في تركة وش البيتزا دي، مدياه طعم كده واخداه في حتة تانية خالص. هنبتدي مع بعضنا الوصفة، بس قبل ما نبدأ في البداية كده نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللي مش مشترك في القناة يشرفني طبعا اشتراكه في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل منه كل فيديو جديد أنا هنزله. لايكات بقى كتير كده شجعوني، مشاركة لكل حبيبنا عشان كله يستفاد. شايفين معانا بعد ما دخلته الفرن، شايفين شكله خطير ازاي، والطعم كمان احلى واحلى بكتير. هنقطعه مع بعضنا دلوقتي، وهنشوف كمان الجبنة سايحة معانا ازاي وبتمط معانا ازاي بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. خطيرة يا جماعة، بسم الله ما شاء الله كده. رغيف الحواوشي يعمل له يعني فوق ال60-70 جنيه. احنا عاملينه في البيت، مش داخل معانا في 10 جنيه، يعني التكاليف معانا بسيطة خالص. انا معايا من كيلو لحمة، عملت معايا هنا فوق ال35 رغيف بالشكل ده كده. فانت لو هتحسبيها طبعا تكلفة مفيش خالص، بسيطة جدا. شايفين الجبنة ساحت معانا ازاي وبتمط؟ شايفين طعم خطير، والحشوة معانا كده مالية رغيف الحواوشي. خطير يا جماعة. في البداية معايا هنا 5 أكواب من الدقيق، ضفت عليهم كيس من الفانيليا، عفوا كيس من الخميرة الفورية، نص معلقة ملح، 3 معالق كبار سكر، معلقتين كبار من الزيت. هبتدي انزل معايا بالمية كده بالتدريج لحد ما العجينة تتلم معايا بالشكل ده كده. اخد معايا هنا كوبايتين الا ربع من الميه، على حسب نوع الدقيق. كمان معانا في دقيق هياخد معانا ماده السوائل دي زياده عن الكوبايتين، وفي دقيق هياخد معانا اقل كمان من الكوبايتين. هاخد معايا كده العجينه على الرخامه، اعجنها معايا كويس خالص، اتاكد ان العجينه نعمت كده معايا. شايفين؟ خبطها كده معايا على الرخامه بالشكل ده كده لحد ما العجينه تنعم معانا خالص. كل ما تعجني في العجينة كل ما تربي فيها عرق وتفعلي مادة الجلوتين، فالعيش بعد كده هيطلع معاكي طري وهش. هسيبها دلوقتي معايا كده لحد ما تخمر، هركنها في مكان دافي، هسيبها لحد ما العجينة تخمر معايا. دلوقتي هبتدي احضر معايا الحشوة، حشوة الحواوشي. هفرم معايا كده بصل وفلفل بالشكل ده كده، وهبتدي اضيف عليهم بعد ما فرمتهم ونعمتهم معايا بالشكل ده كده. هبتدي افرم معايا دلوقتي كمية اللحمة. انا معايا هنا كيلو الا ربع من اللحمة، ضفت عليه ربع كيلو من الدوش. هفرمهم معايا خالص كده، نعمهم معايا في الكبة، هنزل بيهم معايا في الطبق. اللحمة بعد ما فرمتها بالشكل ده كده، هنزل دلوقتي عليها بالخضار اللي انا فرمته، البصل والفلفل. يعني خلصت كمية اللحمة كلها بعد ما فرمتها. هنزل دلوقتي بالبصل والفلفل بالشكل ده. هضيف عليهم نص كوباية من النشا. ليه ضفت النشا؟ النشا مع اللحمة زي كده بيديها معايا تماسك، تلاقي معايا خلطة الحواوشي كده او اللحمة جوه رغيف الحواوشي متماسكة كده في بعضيها، ما تفتفتش معانا وتبقى شبه العصاج اللحم كده، واللحمة ايه
تتفتفت من جوه، ما تبقاش متماسكه مع بعضها. اللي بيديها القوام المتماسك ده كده النشا. احط نص كوبايه من النشا، معلقه من الملح، معلقه من الفلفل الاسود، كيس من الكيك شيف. هضيف عليهم معلقه من السبع توابل، 7 بهارات بالشكل ده كده. هبتدي اقلب معايا الخليط كله علشان اتاكد كمان ان هو تجانس معايا كويس. هاخده معايا على الكب تاني، اديله وش تاني في الكبة علشان اتأكد ان الخليط تجانس معايا تماما. بعد ما هاخده معايا في الكبة بالشكل ده كده وانعمه معايا، هيبقى معايا بالشكل ده كده. هبتدي دلوقتي اجهز معايا للحشو. هجيب دلوقتي معايا العجينة، هسيبها معايا ده يرتاح معايا نص ساعة كده في التلاجة، اغطي وشه. هجيب دلوقتي معايا العجينة بعد ما خمرت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وحجمها تضاعف. هبتدي اخدها معايا على الرخامة، اقطعها معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. احاول ان انا اظبط حجم القطع كلها تبقى معايا متساوية. هعمل الكور بالشكل ده كده، احاول ان انا اساوي القطع على قد ما اقدر، يبقى الحجم متساوي كده ومقارب لبعضه. اللي هلاقيها معايا قطع حجمها كبير هحاول ان انا اصغرها. الصغيرة طبعا هضيف لها قطعة من العجين، واحاول اخلي المقاس كله واحد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هعمل كل الكمية واخلصها. دلوقتي هبتدي اجيب معايا الحشوة، هبتدي اخد كده قطعة معايا، افردها معايا بالشكل ده كده على الرخامة. هضيف فيها كمية كده من الحشوة، وابتدي اقفل عليها بالشكل ده كده مسحة من الزيت، وهبتدي افرد معايا رغيف الحواوشي على الرخامة بالشكل ده كده. هكرر العملية دي كلها. هفرد معايا كده قطعة العجين بالشكل ده كده، واضيف في قلبها الحشوة واقفلها معايا بالشكل ده كده. هخلص طبعا كل الكمية بنفس الشكل كده، واتأكد ان انا قفلتها معايا. شايفين زي البهجة كده معايا، بقفلها معايا كده وبلمها كده زي السرة كلها على بعضها كده، وببتدي اقفلها واضغطها كويس علشان ما تفتحش معايا. هخلص كل كمية العجين بالشكل ده كده. اضيف، شايفين انا بضيف كمية من الحشوة كبيرة علشان لما افرد معايا العيش يتوزع معايا في قلب الرغيف كله، يبقى متساوي معايا، متبقاش فيه حتت من العيش فاضية. هملى كل الرغيف بالشكل ده كده. دلوقتي معايا مسحة من الزيت، هبتدي امسح بيها رغيف العيش زي كده. ممكن افرده على ايدي بالشكل ده كده لو طبعا انتي متمكنة فيها. مش متمكنة تاخديه على الرخامة زي كده، وهتبتدي ايه تفرديه. لو فتح معاكي كده حاجة بسيطة ما تقلقيش. هبتدي، شايفين، هبتدي اكرر العملية دي كده لحد ما افرد معايا رغيف العيش كله بالشكل ده كده كامل. في طاسة كده على البوتاجاز تكون سخنة معانا، هضيف فيها معلقتين من الزيت، وهبتدي انزل معايا برغيف الحواوشي بالشكل ده كده. ياخد معايا اللون من تحت، ببتدي اقلب على الجنب التاني. ما بياخدش معايا وانا واقفه على طول، ما بسيبهوش علشان ما يتلسعش مني كده ويتحروق. ما بياخدش معايا دقيقتين 3 وبيكون معايا استوى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده كده. شايفين بسم الله ما شاء الله، اللون خطير والريحه يا جماعه. انا كنت اتمنى في الوقت ده ان انتوا تبقوا موجودين معايا علشان تشموا الريحه. ريحه الخلطه فظيعه يا جماعه، والعيش طري جدا، والحشوه جباره بصراحه. احلى عيش باللحمه او احلى حواوشي اسكندراني هتاكلوه. بس امشوا على الخطوات بالشكل اللي انا عاملاه بالظبط، يطلع معاكم نفس النتيجة. تحفة يا جماعة، ان شاء الله هيعجبكم.
ادمان. انا من ساعه ما عملته لاولادي وهم حبوه جدا وعلى طول بيطلبوه. بين كل رغيف والتاني بحط معلقتين كده من الزيت، علشان ايه رغيف الحواوشي يتحمر معايا بالشكل ده كده، ياخد معايا اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه. ولو اتفتح معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ما تقلقوش، الحشوه مش هتطلع منه، لان احنا الحشوه عاملينها بتركات كده وتفاصيل هتظبط معاكي الحشوه، ولا عمرها هتسيل منك ولا تنزل منك ميه ولا هتبهدل معاكي العيش ولا اي حاجه. شايفين كمان العيش وحلاوه العيش بينفخ معايا ازاي، مورق كده وطري، خطير يا جماعه خطير، هيعجبكم ان شاء الله. بس امشوا على نفس الخطوات. شايفين انا خلصت كل الكميه. دلوقتي هعمل فيه بقى التركه اللي هي وش بيتزا. هبتدي افرد معايا رغيفه الحواوشي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده على صينيه كده ما فيهاش اي ماده دهنيه. هبتدي افردها معايا بالشكل ده كده. هضيف دلوقتي معايا جبنه موتزاريلا على الوش، واي توبنج تاني حابين نضيفه. انا ضفت فلفل اخضر، انتوا ممكن تضيفوا فلفل الوان، تضيفوا زيتون اللي انتوا تحبوه المتاح عندكم طبعا. خطير يا جماعه ان شاء الله هيعجبكم. هدخله الفرن طبعا، هي الجبنه هتسيح معانا كده وهتمط معانا وهتبقى خطيره. لو وصلتوا معايا طبعا لنهايه الفيديو كده، اتمنى بقى التعليق حلو كده، ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وطبعا لو مش مشتركين اتمنى الاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. وبكده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.